احنا طبعا متفقين عشان نخس نمرة واحد هنعمل ايه؟ دايت. ونمرة اتنين رياضة. ده اللي هتكلم عليه دلوقتي. تعريف الرياضة ببساطة كده هي المجهود البدني اللي هتعمله يعلي نبضات القلب ويزود استهلاكك من السعرات الحرارية فبتخس. وزي ما الدايت تفصيل عليك، الرياضة برضو لازم تكون تفصيل عليك حسب حالتك الصحية، طبيعة شغلك، مجهودك أصلا عامل ازاي من الأول. الرياضة مش لازم تبدأ مع أول يوم دايت، وخصوصا في الأوزان التقيلة، وكمان الناس اللي عندهم مشاكل صحية في الركبة والظهر مثلا. علشان تعمل رياضة مع الدايت وإن شاء الله تخس، هقولك كده على كام قاعدة تحاول تلتزم بيهم وإن شاء الله يجيب نتيجة. زي ما الدايت بتعدله، الرياضة كمان لازم تعدلها، لازم يكون عندك خطة طويلة المدى في الرياضة عشان تعرف انت هتوصل بالرياضة دي فين، ومن هنا هتخلق لها وقت في يومك. ومش لازم خالص تبدأ حامي في الرياضة، مش أول ما تقول حامي رياضة هتروح الجيم تقعد 3 ساعات. بالعكس، المفروض تبدأها بطريقة تدريجية. اعرف حاجة، الجسم بيستفيد من الرياضة على المدى الطويل، يعني يطبق عليه القاعدة دي: قليل دائم أحسن من كتير زايل. مثال على كلامي، ما تروحش الجيم تقعد فيه 3 4 ساعات مرة واحدة في الأسبوع، لا خليك في النص ساعة المشي الغلبانة دي بس استمر عليها شهور، ده أفيد. اوعى تزعل اما تبدأ رياضة وتلاقي لياقتك في الأرض، اللياقة هتزيد مع الوقت، بس اديها وقت انت بس، كل يوم هيبقى أحسن. أعرف منين إن لياقتي زادت في الرياضة؟ أما ألاقي على آخر مثلا نص ساعة المشي اللي كنت بتعب فيها في الأول ما بقيتش بتعب، وكمان باخد طاقة لبقية يومي. في الدايت بنتحاسب بالأسبوع، خسيت كيلو في الأسبوع مثلا. في الرياضة بنتحاسب بالشهر، عشان يبان نتيجة الرياضة عليك احسب بالشهر. بيقولوها كده: اول 3 شهور انت بس تحس بتأثير الرياضة، تاني 3 شهور ل6 شهور القريبين منك قوي، على السنة الكل يقدر يقولك انت بتلعب رياضة. وطبعا النصيحة المهمة جدا في الرياضة وفي الحياة كمان: ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك كنت عامل ازاي. عشان الرياضة تجيب نتيجة مع الدايت مش لازم كل يوم، بس أضعف الإيمان 3 مرات في الأسبوع. واليوم اللي انت عايز تعمل رياضة بس تعبان شوية، مش لازم تعمل التمرينة كلها، اعمل نصها، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكمني عارفة حركاتكم، فاختار الرياضة الأنسب، الجيم الأقرب، التوقيت الأنسب، الهدوم الأريح عشان مبقاش فيه أعذار. ولو انت يومك صعب قوي وطويل وفي آخر اليوم ممكن تكسل، خلي الرياضة في أول يومك واخلص منها وبقيت اليوم بتاعك. مفيش وقت محدد انت تختاره، بس المهم ان كل مرة تعمل رياضة يبقى في نفس التوقيت، الجسم هيتأقلم ان في الوقت ده انا بلعب رياضة فيستفيد. الرياضة الأنسب للأوزان التقيلة عشان يبقى فيها تحميل على الركبة بعد استشارة الطبيب طبعا، السباحة أو الرياضة للجزء العلوي من الجسم. الناس اللي هتلعب رياضة مع الدايت أرجوكوا ما تعتمدوش على الميزان، الميزان ممكن يثبت شوية بس هدومكوا هي اللي هتوسع، هدومكوا هي المقياس. والستات اللي بتخاف تعمل رياضة لحسن يطلع لها عضلات وتبقى زي الرجل الأخضر، ما تخافيش، هرمونات الأنوثة مسيطرة، ولا بعد مليون سنة مش هيحصل كده. أبسط رياضة هي أصلا احنا مخلوقين عشان نعملها هي المشي، امشي إن شاء الله في طرقة البيت، على التريد ميل، في سطوح، في الشارع، في الجيم، في أي حتة. أو حتى شغلي تراك ميوزك ورقصي عليه، أو اعملي زومبا وانتي بتنضفي البيت أو بتطبخي. أنا شفت أفكار من العيانين زي كده كتير. او مثلا انزلي المولات الكبيره تمشي بحركه سريعه ساعه ساعتين، اتفرجي على المحلات، بس ماليش دعوه بالفلوس اللي هتصرفيها، دي حاجه تانية. طبعا يعني غير ان احنا هنخس، بس هي هتقلل فرص حدوث الامساك والاكتئاب، وتقلل ترهل الجلد اللي هيحصل مع الخسسان. وطبعا الرياضه من الحاجات الممتازه على المدى البعيد لعلاج السلوليت، بتحسنه فعلا بطريقه ملحوظه. وطبعا الفايده اللي هتعود عليا انا بقى من الرياضه ان انت المفروض بعد ما تعبت بقى ضميرك يوجعك ان انت تلخبط في الدايت، ولا ايه؟ لا؟ طيب. ولو عايز شكلك يكون حلو في الهدوم اعمل دايت بس، لو عايز شكلك يكون حلو من غير هدوم حيث فورمة الساحل اعمل رياضة. عمر ما الكلام عن الرياضة هنخلصه، لكن الكلام ده النهاردة عن الرياضة مع الدايت عشان نخس، المرة الجاية هكلمكم عن فايدة الرياضة للجسم على المدى البعيد. انا طبعا مستنيه اسئلتكم اكيد، لكن عايزه منكم اللي عنده افكار للرياضه اللي عارف يخليها في يومه بسيطه وحلوه ونفعت معاه يقول لي عشان يفيد الناس. وكل ده ان شاء الله هنزله على اليوتيوب
ويا رب اكون بفيدكم يعني، وبجد شكرا انكم خليتوني اعمل حاجه بحبها.